مرحبا بكم مجددا على قناتكم لي ديليس ديبا لاندالوز. اقتراح ديال اليوم عباره على بيتزا كتجي لذيذه هائله. كنحضروها في وقت وجيز، كنحضروها في المقلاة بحيث اننا يمكننا نستغناو على الفرن. كنديروا فيها مكونات بسيطه متواجده في جميع البيوت. العجينه ديالها كتجي عجينه قطنيه ورطبه هائله. ما غنطولش عليكم بزاف، نخليكم مع المقادير وطريقه التحضير. غادي نحتاجو العجينه ديال البيتزا. انا هنا اعتمدت العجينه السحريه اللي كنت صوبت معكم باللبن وطرحت الفيديو ديالها في القناه. دابا ندير لكم الرابط اسفل الشاشه، يمكن لكم تستعملوا اي عجين مفضل عندكم. غادي نحتاجو كذلك الكفته. هنايا عندي كفته شحرتها وفردتها بهذه الطريقه هذه. زيتون خضر وزيتون كحل مقطع طريفات. غادي نحتاجو كذلك الفلفله خضراء مقطعه طريفات، صلصه الطماطم، ديروا صلصه الطماطم المعتمده عندكم اللي كديروا في بيتزا. ثم هنا غادي نحتاجوا بصله مفرومه على هذه الطريقه هذه. وغادي نحتاجوا بطبيعه الحال الفرomاج غابي ولا الفرomاج المحكوك بحال هكا، ديروا المقدار اللي بغيتيو. ثم غادي نحتاجوا الزعتر. العجين ديالنا من بعد ما خمرات، راكم شتيوها معايا كانت طالعه، خديتها عاوتاني خدمتها باش كنزول منها داك الغاز اللي كيكون فيها باش عاد غادي نقدر نستعملها. بعد ذلك تناخذ هنا المقلاة. بطبيعه الحال تكون المقلاة اللي ما تكون ملبسه باش ما كتلصقش. كندير فيها هنايا شويه ديال زيت بلديه، صوبوا هكا شي شويه مدينه. ومن بعد كناخذ واحد قسط من العجين اللي غادي نعرفوا انه غادي يصلح لي باش يعمر لي الدائره ديال المقلاة. كناخذوه كنديروه هكا في يدينا عادي، ثم تنوضعوه هنا وغادي نبقى كنسرحو حتى كنوصلوا حتى الجنيبات ديال المقلاة. من بعد ما طلقت العجين ديالي في المقله وصلت حتى الحريفات ديال المقله، غادي نخليها دابا كتخمر لواحد المده ديال 10 حتى 15 دقيقه ونعاود نرجعوا بعد قليل. نغطيوها بطبيعه الحال باش نعاونوها انها تخمر. من بعد ما مرت 15 دقيقه انا وضعت المقله ديالي فوق نار. بطبيعه الحال النار كتكون مهيله باش ما كيتحرقناش العجين ديالنا. غادي نعاوتاني نغطيها باش نساعدها باش تطلع وتجي من الداخل، كتجي قطنيه وهشيشه. غادي نخليها هنايا تنحس بها انا بدات كطيب من التحت ونعاود نرجعوا باش نشوفوها كيفاش غادي تصبح. لاحظوا معايا كيفاش الخميره ولات. دابا غادي نقبط ونقلبها باش نقدر نطيبها حتى من الجهه الاخرى. ملي تدقيتوا فيها بحال هكا وكتجبروها انها مابقاش كتلصق راها طايبه، غادي نقدروا اننا نقلبوها من الجهه الاخرى. دابا غادي نقلبها للجهه الاخرى. بسم الله. هوبلا فوالا. غادي نعاود ثاني نغطي عليها شويه. العجين ديالنا زولتها من فوق البوطه، هانتينا كتولي بحال هكذا. دابا غادي ناخذو باش نديرو لها الحشوه. غادي نبداو نديرو صلصه الطماطم، دابا غادي نوضع الكفته. ديروا المقدار ديال الكفته اللي هو لكم. في عوض الكفته يمكن لكم ديروا الطون، يمكن لكم ديروا الدجاج، الكرافات، المهم على حساب الذوق. دابا غادي نوضع البصل، غادي ندير شويه ديال الفلفله، ثم غادي ندوز دابا باش غادي نوضع الزيتون. من بعد ما عمرت البيتزا ديالي ودرت فيها الحشوه اللي كانت عندي، غادي ندوز دابا باش غندير فيها شويه ديال الزعتر من الفوق. كتجي تعطي المذاق لهاد البيتزا، مذاق هائل.
فوالا صافي ساليت. دابا غادي نعاوتاني نغطيها ونوضعها فوق البوطه. بطبيعه الحال كتكون العافيه ديما مهيله بزاف، واحد 2 ديال الدقائق لا اكثر. من بعدها غادي ندوز ندير لها الفرomاج ونتلاقى بكم بعد ذلك. بعد ما زولت المقله ديالي من فوق النار هكا كتولي. دابا شنو غادي نديرو لها؟ غادي نديرو لها الفرomاج. بالنسبه لهاد البصله وبالنسبه للفلفله الا بغيتيو تشحروها، الا كنتو تبغيو داكشي يكون طايب، انا كنبغي يكون الدنتي دونك ما عنديش مشكل. فوالا كنبغي يكون خضر، يبقى خضر كيتقرقش. دونك غادي ندير هنايا فرomاج وغادي نعاوتاني نوضعها فوق النار على ما يذوب ونتلاقى بكم بعد ذلك. من بعد ما زولت البيتزا ديالي من فوق النار، ها هو دا الفرomاج داب. دابا غادي ندوز باش غادي نوضعها في صحن التقديم. نتعاون بهاد الاداه هادي، هانتوما شوفوها كي كتزول بسهوله، كتجي روعه. هذا هو الشكل النهائي لوصفتنا اليوم، اللي كانت عبارة على بيتزا كنوجدوها في المقلاة، سريعة التحضير، مكوناتها بسيطة، متواجدة في كل البيوت. تتشوفوا معايا العجين كتجي هشيشة ورطبة خفيفة غزالة بزاف. الحشوة هي لذيذة. كنشجعكم انكم تحضروا هاد البيتزا لانها فعلا كتجي لذيذة بزاف. إلا عجبكم اقتراح اليوم ما تردوش في انضمام القناة لي ديليس ديبا لاندالوز، تفعلوا الجرس باش توصلوا بكل جديد. كنضرب لكم موعد لاحق مع وصفات أخرى، وإلى ذلكم الحين أقول لكم دمتم في رعاية الله.